يا ليلة نور لي فيها أشرق لنا نور هادينا وهب ريح صبا النجد ودار بالكوس ساقينا كل علم مشربه منا وظهر لنا كل ما فينا لما اتصلنا به صلحا منا الظواهر وخافنا بلا سبب من لنا سابق الحمد لله معطينا نور النبوة لنا ظاهر يا سعد أبو من يوالينا نرفعه في المنزل العالي نحفظه دنياه ودينا ندركه لا ضاق بحاله من حيث ما نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. الحمد لله في هذا الاجتماع مرحب بالسيد زين بن أبي بكر المشهور والسيد عبد الرقيب العطاس، فنقول أهلا وسهلا بكم في منازلكم وفي دياركم وهذه الأربطة المباركة في رباط العطاس. وحقيقة هذه الليلة من نفحات ونسمات سيدي الحبيب أبي بكر المشهور حفظه الله وطال عمره بقدوم ولده وطلابه ولجلسة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الزيارات وهذه الجلسات، وهذه دلالة واضحة على حسن الارتباط والاهتمام بهذه المؤسسات، وأنها مؤسسات عامرة قائمة بنيات خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى. مهما غاب عنا جسم شيخنا الحبيب أطال الله في عمره، ولكن روحه ونسماته فينا باقية، وبوفود
أولاده وأحفاده وتلامذته، هذا شرف عظيم ومنقبة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا الارتباط، يديم بيننا الانتفاع، ولضيق الوقت في هذا المجلس المبارك نستمع من حبايبنا فيما شاهدوه وما يرونه من تعليقات في هذه الجلسة المباركة. نسأل الله القبول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال والحديث في مثل هذا الموقع في مثل هذا الرباط فالأهلية لمن برزت لمن درس ولمن نرى الثمار اليانعة اليوم. فالحبيب زين هو أولى أن يتكلم، ولكن تأدبا معه وامتثالا للأمر سأتكلم. أولا نشكر إدارة الرباط، بل ونشكر كل العاملين في حق الدعوة إلى الله في كافة الأرض. رأينا اليوم ما يسر الخاطر وتقر به عين الحبيب بكر بن مشهور، وهذا غاية ما يتمناه الحبيب بكر في تلامذته وفي طلابه. الحبيب بكر بن مشهور لم يكن باحثا عن جاه، ولم يكن باحثا عن مال، ولم يكن باحثا عن موقع، بقدر ما هو رجل حمل هم أمه، فنظر إلى واقع الأمة ورأى الأمة قد صدرت إليها مشاريع متعددة. كانت خلاصة هذه المشاريع ما نراه من واقع الأمة إن بلغت إلى ما بلغته من عصر القذاب. وعصر القذاب بمشاريع اللي تقرأوه في فقه التحولات من مرحلة الاستعمار ثم مرحلة الاستعداد ثم مرحلة الاستثمار، وها نحن الآن نعيش مرحلة الاستثمار. ونحن أمة كلفنا الحق تبارك وتعالى كوننا نحمل آخر كتاب سماوي ونحمل آخر حل البشرية. أقل ما يكون أن نحمل هذا الهم وأن نشعر بهذا الألم وأن نقرأ واقعنا والمتحول من حولنا قراءة صحيحة. ولهذا كان هم الحبيب أبو بكر بن علي المشهور في تنزيل الأرض هو بناء هذا الجيل الذي يستطيع أن يقرأ الواقع ويستطيع أن يضع أن يحدد موقعه وماذا سيقدمه للأمة. وما نراه الآن من نشاط من علم ومن تعليم ومن نشاط مختلف، هذه هي الثمرة التي يرقى بالحبيب أبو بكر بن المشهور وتقر بها عينه. والمطلوب ألا نتكاسل، والمطلوب ألا نشعر أننا حققنا شيء. نحن لا زلنا في بداية الطريق، ولا زالت الأربطة أمامها مشروع ضخم جدا. لا زالت الأربطة هي إن شاء الله سبحانه وتعالى هي النبوء الذي منه إن شاء الله سبحانه وتعالى تخرج السيول التي تسقي هذه الأرض، تسقي هذه المعمورة، ليعاد بناء الدين الحقيقي، ليعاد روح الإسلام الحقيقي الذي هي فعلا تحقق نهضة الأمة. والحمد لله رأينا الطلاب يقرؤون علم فقه التحولات قراءة واعية. شوفوا غاية علم فقه التحولات اللي ضاع الحبيب بكر بن مشهور مش أن نكون خطباء ولا أن نطلب من الآخرين أن يصحوا أوضاعهم. الخطاب هو موجه لذواتنا أولا، الخطاب هو موجه لنا. ولهذا كانت كتب الحبيب بكر المشهور الآن الأول النقطة الصغرى أن تعرف ما هو علم فقه التحولات بالموجز، لكن الثاني اسمه دوائر الإعادة ومراتب الإعادة. يعني ما معنى دوائر أن نعيد؟ لأن الإسلام إذا ما يتحقق فينا تحقق فعلي في عباداتنا، وإذا ما تحقق فينا الإيمان تحقق فعلي، وإذا ما بلغنا إلى المرحلة التي كان يبلغها الرجال اللي فعلا أحدث التحولات الحقيقية وهي مرحلة الإحسان، هنا ظهرت ثمرة هذا التحقق. ولهذا الإعادة هي مطالبة لإعادة المجتمع، لكن لن تستطيع أن تعيد المجتمع إلى حظيرة الدين الحقيقي ما لم تكن أولا عائد بذاتك إلى حظيرة الدين الحقيقي. وأول العودة إلى الذات هي حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، حسن الارتباط بالله سبحانه وتعالى. والارتباط بالله سبحانه وتعالى يأتي من خلال ما تأخذوه من العلوم وما تتأدبون في من آداب، والواقع كله متغيراته. ما قال لنا الحبيب أبو بكر بن علي المشهور قال لا تدرسوا، بالعكس فتح أربطة وعرف الناس الطب، خرج أحسن دكتور، أفضل دكتور. وأي طالب بأربطة التربية الإسلامية لو يكون منافسا على المرتبة الأولى على أن يراجع نفسه. أربطة لا تدعي إلى الطلاب اللي يكون أقل كفاية علمية. وروح ادرس هندسة وكن أفضل مهندس،
واحرص على أن تكون حامل دكتوراه، واحرص على أن تكون مبرز في مجالك. لكن ما أنت طالب دنيا، ما هي غايتك الثلاثة، الشهادة والوظيفة والمرتب، لا، أنت غايتك أسمى من ذلك. تريد أن تدخل العصر بوسائل العصر بأدوات العصر، لكنك تحمل فكر إسلامي، ولكنك تحمل قضية أمة، لكنك تحمل قضية دين. من خلالها أنك تستطيع أن تغير، من خلالها تستطيع أن تستشعر بأنك فعلا إنسان مسلم، وأنك حملت هذا الدين حمل حقيقي، وأن قضيتك متوجهة باتجاه الأمة، ولا تستشعر بأنك ولا شيء، أنت شيء. من قال إننا مثل شيء؟ نحن شيء. أنت واحد طالب ومجموعة المفروض أنتم شيء. لكن إذا استشعرت أن عظمتك ما هي بذاتك وليس بذاتك، عظمتك عظمة هذا الدين، عظمتك عظم حمل رسالة سيد المرسلين. ولهذا يعني الحمد لله نحن عرفنا، الحمد لله نحن تشرفنا بالانتساب إلى هذا الحلم، الحمد لله أنكم شربتم، ما هو كمان نحن ما معنا شيء. نحن دخلنا بغينا نشرب، قال ناس تمكعجوا على عباد الله، قال نصلح ومسكن لكم شيء، وإحنا ما معنا شيء. فالحمد لله نحن ارتبطنا بهذا الحلم الشعور بالفخر بالدنيا ويوم القيامة ويوم مقابل الحبيب الأعظم، لأننا ما ارتبطنا مع الحبيب أبو بكر من شان الدنيا، ولا بالمقابل الآخر شعرنا أن الحبيب أبو بكر المشهور يجلبنا إلى مشروع خاص أو إلى قضية معينة، بقدر ما يدعينا إلى أن نكون ناس ناجحين في مجتمعنا وفي خدمة ديننا. العفو منكم إذا ما خرجت، ولكن ما رأيت من مظهر أفرحني كثير، وأنا متأكد أن هذا المظهر سيفرح قلب الحبيب أبو بكر. لكن المطلوب الاستمرار، المطلوب الاستمرار أولا، والمطلوب أن لا نشعر أننا حققنا شيء. ثم بالمقابل الآخر أيضا شوفوا الأموال من حولنا هذه كلها لا تجزيك شعرة واحدة، شعرة واحدة ما تهتز، لأن هذه كلها الأموال اللي تشوفها كل هذه مشاريع بصدرها واحد. لما تقول أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يفعل شيء، ما يفعل شيء، وهذا حبايبنا. إذا نحن نثبت على ما نحن عليه ونتمسك بما نحن فيه ونسير وننطلق لكن بخطى ثابتة، ونقرأ الواقع المتحول من أمامنا قراءة جديدة، ونخرج للواقع بلسان الواقع. هذا ما دعانا له، نخرج للواقع بلسان الواقع، لا نقص فوق الواقع، لا نخاطب الآخرين بخطاب لا يفهمون. حتى علم فقه التحولات لا تستعجل بالحديث عن هذا العلم وخطاب الآخرين به دون أن تفهمه، لأنه من العلوم التي تتطلب منك أن تكون على مستوى من الإدراك والوعي، يكون عندك خلفية ثقافية، يكون عندك خلفية ثقافية. هو من السهل أن تفهمه، لكن فهمه يأتي أن تتعب أولا في مسألة فهمه حتى تستطيع أن تعطيه للآخرين. ونحن الآن ما حد مننا مؤهل. يمكن الدكتور عمر باقوث من أبرز الشخصيات اللي أخذت هذا العلم وآخرين، وهم يستطيعون أن يعرضوا، ولهم قد شربوا من الحبيب وبكروا من كاس الحبيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى استمرار هذا المجهود، وسامحونا إذا ما تطفلت في مثل هذا المقام والعفو منكم. أنا بالمهد عام